حد عنده لوكال براند اي كوميرس، اي براند او اي موقع الكتروني، هل الويب سايت بتاعك جاهز للاي اي؟ اغلب انت لو دخلت بصيت على الموقع بتاعك هتلاقيه جايب في السكور 0. براند مصري عالمي جايب في السكور 42. معتز كلمنا بالشعبولي ايه الكلام ده، احنا مش فاهمين حاجه. بص يا سيدي، دلوقتي انت عارف حاجه اسمها اس اي او. يعني مثلا لو انا كتبت عايز اشتري مثلا كوتشيات على جوجل، هكتب شوز ان ايجيبت، فهيطلع لي المواقع اللي هي في الاول دي بتبقى اوبتمايزد او اس اي او اوبتمايزد. دي حاجه بتاعه الاس اي او اللي هي بتعمل سيرش على جوجل. طب بعد سنتين 50% هيعمل سيرش على جوجل، و50% هيروح يعمل سيرش على تشات جي بي تي، جيميناي، كلود. هيروح يسالهم ايه احسن براند كوتشيات او ايه احسن براند برفانات في مصر. فساعتها تشات جي بي تي، جيميناي، كلود، اي تول بيكون عندهم ميكانيزم ان هم يعملوا سيرش. فعشان انت البراند بتاعك يطلع في السيرش ويخلي الاي تولز دي تعمل ريكومنديشن، تريكومند البراند بتاعك، سواء لوكال براند او اي موقع او الابلكيشن بتاعك، الشركه بتاعتك، ايا كان، لازم يكون الموقع بتاعك مهيأ للاي اي ايجنتس. ماشي، حلوه يا معتز، انا فهمت. ايه بقى الموقع اللي انت بتوريه لنا ده والسكورات ومش عارف ايه؟ ده موقع شركه عالميه اسمها كلاود فلير عاملاه، بتقول لك از يور سايت ايجنت ريدي. هسيب لكم اسم الموقع هنا، تروح تدخل الويب سايت بتاعك او بتاع شركتك اللي انت شغال فيها وتشوف هيجيب كام سكور. هو يا معتز يعني احنا نعرف نحسن السكور ده؟ هقول لك يا باشا سهله. عايزك تبص كده معايا، ده الموقع بتاع البرفيوم براند بتاعي، جايب سكور كام؟ 92%. انا عايز اشوف براند جايب 92% دي. وده الويب سايت بتاعنا يا جماعه، لو حد حابب يشتري اي برفيومز يعني ينورني. الموضوع الصراحة مش مستحيل، بس مش محتاج حد مبتدئ، يعني محتاج حد شوية فاهم اي اي وفاهم ازاي بيكلمه والكلام ده. هياخد منك يومين عن طريق البرومبت اللي هسيبه لك ده. تخش عندي في البايو، هتختار البرومبت ده وهيجي لك على الايميل على طول. تقعد تجرب كده مع كلود كوورك، ويستحسن لو كان اوبس 4.7. انا جربت الصراحه مع سونيت، قعدت يوم كامل بنعمل ديباجنج وحاجات، وفي الاخر ما عرفش يظبطها، ففي الاخر رحت لاوبس على طول وهو اللي عرف يظبطها لي. خد الويب سايت بتاعي من 40 ل 92. بعد اذن حضرتك يا بيزنس اونر، او لو ناوي تفتح لوكال براند او شغال في شركه في الماركتنج، استعد للموضوع ده، لازم تعملوه يا جماعه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.